بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير دايما ان شاء الله بخير. النهاردة بقى الصينية اللي انتوا شفتوها دي كانت غدانا النهاردة، غدا مصري بسيط، طبخة زي كل الطبخات اللي احنا متعودين عليها بقى، اللي اهالينا عودونا عليها ودايما في بيوتنا، طبخات بسيطة وحلوة وسهلة، احنا متربيين عليها ومربين اولادنا عليها. وانتوا كمان حبايب قلبي ما تحرموش بيوتكم من الطبخات دي، تعودوا ولادكم عليها. الطبخات دي كلها خير، بتملى البيت خير وبركة كده، وبتبقى زي الفل كده ومغذية، ولازم نعود اولادنا عليها. يلا بينا بقى على بركة الله. معانا اهو الفاصوليا البيضة، هنعملها بقى، ننقعها كده زي ما انتم شايفين، بنقعها 12 ساعة او 6 ساعات، وارمي المية بتاعتها وارجع احط لها مية نظيفة يعني. ولو انت بقى مستعجلة ومش قادرة تنقعي خلاص، ممكن تعمليها عادي، بس الافضل طبعا النقع. ودي الفراخ بتاعتنا اهي، غسلاها بملح وليمون وزي الفل ومصفياها. هعمل لكم بقى حاجة حلوة، تتبيلة حلوة ليها كده قبل السلق، بتخليها طعمها حلو قوي، تخلي شوربتها جميل. تجيبي بقى طماطمايه وبصلايه زي كده، اي تقطيعه تقطعيها، تحطي عليها بقى معلقتين ملح كده، ومعلقه فلفل اسمر اهي، وتدعكيهم بقى كويس قوي بايدك كده، تنزلي العصاره اللي فيهم، لازم ينزلوا ميتهم، تفضلي تدعكيهم كده لحد ما ينزلوا ميتهم خالص، وتنزلي بيهم بقى على الفراخ. تتبلي بقى كل الفراخ بيها كده، بتخليها طعمها حلو قوي، شوربتها تبقى حلوه قوي. اي طيور اعمليها بالطريقه دي، بتخلي الطعم حلو قوي عن السلق العادي اهي. نروح بيها بقى على البوتاجاز، حطيت الفاصوليا بتاعتنا تستوي على عين تتسلق، والفراخ على العين التانية اهي، وغطيها تتشوح بقى مع نفسها شوية كده، عشان برضو تاخد من طعم البصل والفلفل والطماطم. الفاصوليا اهي على النار والفراخ على النار، استغل وقتي بقى واولع عين تانية، نعمل التسبيكة بتاعة الفاصوليا عشان ما تضيعيش وقتك. قبل ما الفاصوليا تستوي تكوني عملت التسبيكة بتاعتها على عين تانية كده، الطبخة مش هتاخد معاكي حاجة. حطيت اهوت اي حاجة، طاسة، حلة تانية، اي حاجة، حط فيها معلقة سمنة او معلقة زبدة اللي انت عايزاه، ونحط بقى، نقطع بصلاية رفيع ونشوحها. معلش هي مش باينة في الكاميرا اوي الطاسة اللي انا بعمل فيها. وبعدين بعد ما اتشوحت البصلة واصفرت بقت لونها ذهبي كده، نزلت بصلصة الطماطم عليها اهي وقلبتها، هي مش باينة يعني قوي. وتسيبيها بقى، تغطيها وتسيبيها بقى تسبك شويه. انا حاطه صلصه طماطم فهي مش هتغيب في التسبيكه، لكن انت لو حاطه عصير طماطم ممكن يعني تاخد بس مثلا 10 دقايق كده على ما تتسبك. حطيت لها بقى فلفل اسمر وكمون وبهارات وملح، ونغطيها بقى وتسيبها تتسبك كده مع نفسها. اهي خلصتها وحطيت لها بهاراتها وغطيتها. يبقى نرجع لها بقى بعد شويه كده. الطبخه مش هتاخد معاكي 10 دقايق، الفاصوليا على النار والتسبيكه بتاعتها على النار والفراخ على النار، التجهيز ما خدش 10 دقايق، تجهيز الوجبه ما خدتش 10 دقايق. رجعت اهي الفراخ، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اهي اتشوحت وشربت، نزلت ميتها وشربتها. زودتها بقى ميه سخنه، لازم تزوديها ميه بتغلي زي كده، والشوربه بقى حسب ما انت عايزه، حط كتير او حط شويه حسب الاستعمال بتاعك. بس شوربتها ما شاء الله رايقه وزي الفل ازاي، وريحتها وطعمها حلو قوي برضو بالبصل والطماطم اللي احنا حطيناه. والتسبيكه بتاعتنا برضو اهي خلصت، ما خدتش وقت كده، بقت جاهزه. اما الفاصوليا تستوي بقى نقلبهم على بعض كده، يبقى الطبخه خلاص، فاصوليا خلصت، هنركنها بقى على جنب.
وبرده مش عايزه اضيع وقت ولا اي حاجه. التسبيكه جاهزه والفاصوليا على النار والفراخ على النار، وهنعمل بقى على نفس العين كده هنعمل الشعريه بالرز نجهزهم. تكون الشوربه بقى غليت وبقت حلوه. جبت برضو الحله اهي حطيتها على العين، وجبت معلقه زبده والشعريه نزلت بيها، ونحمرها بقى تحميره كويسه كده. حمري الشعريه حلو عشان بترجع تفتح تاني. والرز اهو غسلته، كوبايه شعريه عليها كوبايتين رز كبار، غسلته اهو ونزلت بيه اهو. بسم الله ما شاء الله. تقلبي بقى كده مع بعض الرز بالشعريه عشان يفلفل كده ويبقى جميل. تقلبهم بقى كام تقليبه حلوين كده. والشوربه بتاعتنا اتعملت اهي ما شاء الله. نسقي بقى الرز. اللهم صل على النبي. بصوا الشوربه رايقه وجميله ازاي. خلاص كده خلصنا اهو. الرز اتعمل والفراخ على النار، وكده الاكل ما كملش نص ساعه اصلا ما شاء الله. الفراخ استوت اهي. نطفي بقى عليها. وكده برضو الفاصوليا بتاعتنا اهي استوت. غسلتها برضو وصفيتها. ننزل بقى بالتسبيكه بتاعتها عليها اهي. خلصت اهي ما خدتش اي وقت. نحطها بقى على النار. نجيب لها بقى طبق شوربه كده ونزودها بيه. نديها تقليبه ونسيبها بقى كام غلوه كده على النار قبل ما الرز برضو يكمل سواه. كده خلاص معانا الرز اهو. بسم الله ما شاء الله استوى مفلفل وجميل. اللهم صل على النبي. والفراخ بتاعتنا اهي بحمرها بمعلقه زبده اهي في طاسه. والفاصوليا بتاعتنا برضو اهي. خلاص كده هطفي عليها ويبقى كده اكلنا خلص. هنغرفه بقى واوريهولكم اهو. بسم الله ما شاء الله. الاكل اهو بعد ما غرفته اكل بسيط وجميل وسخن كده. اكل يملى البيت بركه. يلا جربوه بالف هنا وشفا، وعودوا اولادكم على الطبخ المصري الجميل ده. وما تنسونيش بقى بلايك وشير كده وادعموني بقى وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات في الطبخات المصريه الحلوه دي البسيطه. واشوفكم على خير. في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.